لازم الطفل يشوف اهله بياكلوا وجبات متكامله. الاطفال اللي مغلبه امهاتها ومش بتاكل تماما، وهتلاقيها معتمده بنسبه كبيره للاسف الشديد على المكرونه البطاطس المحمره اللي هي نشويات بس، وبتبقى منع لا خضار ولا بروتين. هل في فواتح شهيه؟ هل في طريقه نقدر نتعامل معاهم بيها؟ نعمل ايه؟ مش اول حاجه طبعا بنلجأ لها فواتح الشهيه. في طبعا كاتيجوري من الاطفال ممكن تحتاج فواتح الشهيه، بس ده اخر حل بنلجأ ليه. تمام. اول حاجه الام تعملها لما تلاقي ابنها مش بياكل او مش متقبل الاكل او وجبته صغيره جدا او كده، ان هي تتاكد الاول ان جسمه فيه الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها بنسب كافيه، لان في حاجات لو نقصت طبيعي بتسد الشهيه تماما عند الكبار وعند الاطفال بالذات، زي مثلا الحديد او الزنك. لازم الطفل يشوف اهله بياكلوا وجبات متكامله، ان هو لو شايفهم بياكلوا طول اليوم سناكس وبيلقطوا وتشيبس وحاجات من دي، ما خلاص دي قدوتي. يعني مش بعمل بقى زي الاطفال مثلا صحابي او حاجه، لا انا اهلي بياكلوا كده هاكل زيهم. فالاهل عليهم عامل اساسي ان هم يبقوا بياكلوا وجبات متكامله. وفي نقطه كمان ان هم يبقوا بياكلوا مع بعض على الاقل وجبه واحده في اليوم. السكر والحلويات مش هتبقى ممنوعه، بس لازم تبقى قليله.